90 دقيقة من الزمالك زي الزفت، بأمانة فرقة زي الزفت. البطولة دي يا جدعان معمولة المفروض إن هي تقيس بيها جودة اللعيبة اللي معاك. أنت للأسف جودة اللعيبة اللي معاك ما تنفعش حتى تلعب في درجة رابعة، ما تستحقش تلعب في درجة رابعة. أنت متخيل؟ لعيبة زي الزفت. الحسنة الوحيدة اللي في الملعب ناصر ماهر، ده غير كده دفاعيا وهجوميا زي الزفت. مصطفى شلبي هفضل اعيد وازيد في مصطفى شلبي لان هو قصه ما بتخلصش. مصطفى شلبي كوره من ناصر ماهر، كوره دي ما تضيعش، كوره اقسم بالله ما تضيع. ده لا يا راجل، لو واحد برضو في الناشئين هعيدها لك تاني واقولها لك، واحد من البراعم لو اديته كوره شبه دي هيحطها جول. انت ايه اللي انت عامله ده؟ حطها تشيب حتى من فوق عمر صلاح، اضمنها، مش لازم تحنكها يعني. وبعدين اللعيبه تحس ان هي فيها في ماراثون ان هي مين اللي يعمل باص ميس باص اكتر. الزناري اجدع واحسن واحد عمل ميس باص النهارده. من الاخر كده يا جماعه، الفوز مستحق 100% لبتروجيت، فوز عن جدارة ويستحقوا. شابوه 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 المدرب بتروجيت يا جماعة ولاعيبة بتروجيت، شابوه من هنا لحد بكرة. او انت عايز تطلع بنتيجة من الماتش دوت، ايه هي؟ والحسنة الوحيدة ايه هي؟ تمام، انك انت تعيد النظر في اللعيبة اللي عندك. اللعيبة اللي عندك الجودة دي، الكواليتي دي ما تنفعش الا استثناء. في ناس ينفع تجربها، يعني انت ليه ما جربتش محمد عاطف اصلا من الاول مكان مصطفى شلبي؟ ليه ما جربتوش من الاول؟ في علامات استفهام كده كتير. يعني سيدي نضاي ده انت ليه جايبه وركنه؟ جيفرسون كوستا ليه انت ركنه؟ في برضو علامات استفهام كده برضو يا جماعه، لازم الواحد يقف عندها. ليه الناس دي ما بتلعبش وانا جايبهم دافع فيهم دولارات عشان اركنهم جنبي وفي الاخر تستغنى عنهم؟ راجع نفسك يا بيسيرو. انت الماتش ده لازم اللعيبه تقعد تتفرج على نفسها بجد. الماتش ده تجيبه لهم كده زي ايه، مرجع كده، اقعدوا كده اتفرجوا على نفسكم انتوا بتعملوا ايه في الملعب. خرا كروي والمصحف خرا كروي، ده مش طبيعي. الاداء دوت طبيعي ان انا انزل بالفرقه ديت كل لعيب يموت نفسه. اللعيبه تحس عندها برود كده، تحس ان هي هايبه الموضوع. ليه؟ مش عارف. انت يا ابني انت وهو بتلعب في الزمالك، يعني هو انت بتلعب في ايه؟ انت بتلعب في الزمالك. انت لعيب مش قد الزمالك. لازم تراجع، مجلس اداره لازم يراجع اوراقه شويه. انا عارف انك انت في ظروف صعبه وظروف منيله ب60 نيله، بس يا باشا فور. انا عايز لعيب حاسم، اديله كوره شبه اللي طلعها ناصر ماهر لمصطفى شلبي تيجي جون، احطها جون. حسام اشرف انا مش عارف هو كان في المحل حاجه وبقى عندنا حاجه تانية خالص. لازم تشوف لك حل. فرصك ما بتتعوضش كتير. المطوشه دي عايزه تخلص. عايز تنزل فرقه شبه بتروجيت، المفروض تنزل تخلص ماتشك عليها، ما تستناش تلعب لحد 90 دقيقه انك انت بتفرق. دور على البدايل الصح. اللي انا بدخل بطوله شبه ديت، المفروض ان انا بطلع بديل للعيب اساسي عندي. انت ما عندكش ولا بديل ينفع ولا اساسي اصلا. طيب انا سؤالي ليك انت كمشجع زملكاوي، هل انت راضي عن الاداء دوت؟ اكيد لا. اكيد ده مش اداء يرضي ربنا بامانه، يعني ده اداء ما يرضيش ربنا من الفرقه.